اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلي على النبي كده وحط لايك للفيديو، عشان الفيديو محتاج مننا النهاردة لايكات كتير بقى يا حبايبي. تعالوا بقى نخش على التقيل. ايه يا سحر اللي هتعمليه؟ هعمل عدس وحمص. اوعوا تقولوا عدس وحمص بس، لا ده كشري. عارفين الكشري بتاع المطاعم؟ احنا هنعمله زيه بالظبط، وبايه؟ وباسهل ما يمكن. باسهل ما يمكن يا سحر، ايوه باسهل ما يمكن. وبايه؟ ربع كيلو عدس بجبه. حلو كده. انا بلاه يا جماعه، انا بلى العدس بتاعي. إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبليت ايه؟ الحمص بتاعي. انا جبت ربع عدس وربع حمص، مش عايزه اكتر من كده. وهنا بقى حطيت هنا كنت مخرطه البصل بتاعي ايه؟ جوليان. تمام. وحطيت كام معلقه نشا يا سحر على البصل؟ حطيت 3 معالق يا جماعه، لان انا كنت عامله بصل كتير. احنا من العشاق البصل اللي بيتحط على وش الكشري قليل، بس عندنا نفرين 2 بس ما بيحبوش البصل على الكشري. لكن على مين؟ احنا لازم نعمل الحاجه اللي احنا بنحبها. تمام لحد كده وتمام. والزيت بتاعي يكون مقدوح كده وايه وسخن. زيت ايه؟ غزير كده وسخن. ماشي. النشا اولا بينشف البصلايه، بيخليها كده محرمشه وناشفه خالص. النشا ايه يا سحر تاني؟ المهم شويه كده وهطلع. بصوا البصل، والله العظيم الكاميرا ظلموه، والله العظيم. الاضاءه في عايزين نزود الاضاءه في قلب المطبخ بحيث ان يطلع لكم الحاجه كويسه قوي. البصلايه طالعه حمرا محمره كده وجميله وناشفه جدا. شامين؟ لو معايا، لو واقفين معايا وشامين. بحبكم في الله يا احلى متابعين مطبخ سحر، والله العظيم وحشتوني. بحبكم قوي. بطلي رغي بقى. معلش معلش معلش، بقالي شويه كبيره ما اتكلمتش معاكم وما بنزلش فيديوهات. المهم حد كده وتمام. يا سيدي يا سيدي يا سيدي على البصل وجمال البصل يا سحر. بصوا محرمش ازاي، بصوا جماله وحلاوته. كاميرا ظلماه، قسما بالله كاميرا ظلماه. هنبدأ بايه تاني بقى؟ هنا بقى حطيت معلقة توم حلوة كده كبيرة، وشوية خل. اصبروا اصبروا اصبروا. ونزلت بالطماطم بتاعتي. شوية الكشري دول بقى، ولا تقولوا لي اقول لكم، ولا تقولوا لي ايه، ولا طريقة المحلات، ولا اي حاجة من الكلام الفاضي ده. اعملي كشري في بيتك، هتعمليه احسن حاجة ومن ايدك انت يا قمر. هنا حطيت ايه بقى؟ حطيت معلقة بهارات، معلقة كمون حلوة كده، وما تستخسريش، اوعي تستخسري. تمام. وحطيت شطة يا جماعة، حطيت شطة. مش عايزة تحطي ما تحطيش، اصل مش اجباري، الشطة مش اجباري، على حسب ايه الرغبة. وحطيت الملح بتاعي، وجبت الحلة بتاعتي، وحطيت الزيت بتاعي، ونزلت بالشعرية. قلة 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 قلة. بصوا بصوا الحركة دي. غسلت الرز طبعا وقلبته. هننزل كده بالرز. يبقى عملنا ايه بقى؟ سلقنا العدس، سلقنا الحمص، حمرنا البصلة بتاعتنا، عملنا الصلصة بتاعته على البوتاجاز، وعملنا الرز. تمام لحد كده وتمام. في تركاية كده حلوة هقول لكم عليها، بس اصبروا، هي جاية. إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى، وهنا نزلت ايه؟ بالمكرونة. طب ليه يا سحر انت نزلتي بالمكرونة في الاخر؟ نزلت بالمكرونة عشان اسلقها. خلاص يا بابا، خلاص يا حبيبي. نزلت بالمكرونة عشان اسلقها، عشان المكرونة تبقى سخنة، كل حاجة تبقى سخنة.
مكرونه ما تبردش مني مع بال ما ايه اعمل الحاجه الاولانيه الكشري والحاجات دي، لا خليتها على اخر حاجه. المهم جبت العدس بتاعي وصفيته زي ما انتوا شايفين كده، واديته تقليبه في قلب القلايه. بصوا، وهرشيت عليه رشه كمون. تمام. وهنا بقى كنت سلقت المكرونه، عملت بصوا البصل عامل ازاي، محرفش محرفش. والله العظيم كنت بكسره كده. الصلصه بتاعتي، وعملنا هنا بدنجان مخلل كان جنبه، وعملت حمص برضو، وعملت الصلصه بتاعت الشطه اللي هي الحراقه قوي دي، حراقه قوي قوي، عارفينها اللي هي السوداني دي. وعملت دقه بكمون بليمون اللي هي الناحيه دي، بس مش عارفه الكاميرا جايباها اللون ده ليه، مش عارفه. المهم لايك وشير بقى، واللي ما اشتركش في القناه ينزل ويفعل الجرس ليا.